الأخبار المتداولة عن الانفجارات اللي حصلت يوم أمس في مدينة الخرطوم، والتصريحات الأولية اللي بتفيد بأنه هي حدثت نتيجة لانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب. في تقديري هي أبعد ما تكون عن الحقائق وبعد كوكب المشتري عن الشمس. وفي حاجات كثيرة بتدعم الحاجة دي، منها توقيت الانفجار، والتوقيت ده فيه حاجتين مهمات. الحاجة الأولى إنه الانفجار ده حصل بعد يوم واحد فقط من التعديلات الكبيرة اللي عملها عبد الفتاح البرهان على حكومته، من ضمنها تعيين ياسر العطا كرئيس لهيئة العمليات. الحاجة الثانية، الانفجار حصل الساعة 11 بالليل، وبعيدا عن إنه ما في مواطن أصلا حيطلع الساعة 11 بالليل عشان ينظف الشوارع وعشان يحرق الأوساخ، إلا إنه الساعة 11 بالليل اللي بترجع ذاكرتنا لانفجارين كبار شهدتهم مدينة الخرطوم قبل اليوم، منها الانفجار اللي حصل الساعة 10 بالليل في يوم 20 أغسطس 1998، واللي صحت بعدها الخرطوم على خبر إنه في دولة بعينة جات استهدفت موقع استراتيجي داخل الخرطوم ألا وهو مصنع الشفا. الانفجار الثاني اللي هو الحصل في منتصف الليل بتاع 23 أكتوبر 2012، واللي صحت الخرطوم بعدها على خبر إنه ذات الدولة رجعت واستهدفت مصنع اليرموك. وبالتالي التاريخ بتاعنا في الانفجارات الليلية الكبيرة اللي قاعدة تحصل اللي هو في آخر ساعتين من اليوم بتورينا إنه في دولة بتفضل إنها تستهدف أهدافها العسكرية والاستراتيجية داخل الخرطوم في آخر ساعتين من ليل الخرطوم، اللي هو التوقيت الساعة 10 الساعة 11 والساعة 12 اللي هو آخر ساعتين من اليوم. ودي حاجة طبعا طبيعية. ليه؟ لأنه الجيش السوداني بتاعنا متعود على إنه يعمل أهدافه العسكرية والاستراتيجية داخل الأحياء السكنية بين المواطنين، وبالتالي عشان تقلل الخسائر البشرية في عمليات زي دي أنت لابد أن تختار ساعات بيكون المواطنين فيها ما قريبين من المنشآت دي، وبالتالي عشان كده بنشهد يعني انفجارات الخرطوم دائما بتكون في آخر ساعتين من الليل. الحاجة الثالثة اللي هو الصورة المنتشرة يا اخوانا لموقع الانفجار. موقع الانفجار في حد ذاته فيه إن كبيرة وفيه علامة استفهام، لأنه حصل في بري، وبري دي مجاورة تماما للقيادة العامة وللمطار، ودي الموقعين استراتيجيات إلى حد كبير، وأي عملية عسكرية تحصل جنبهم أنت المفروض طوالي ترفع كل علامات الاستفهام. الحاجة الثانية للصورة المنتشرة للانفجار ذات نفسه، لما تعاين لها بنعرف إنه الانفجار ده ما له لغم أرضي. يعني بحث بسيط بس في الإنترنت حيوريك إنه الانفصال ده مع الانفجار ده أو الحفرة دي ما عندها أي علاقة باللغم الأرضي، لأنه العمق بتاعها كبير جدا جدا مقارنة بالعمق بتاع الألغام الأرضية اللي هي بتكون دائما سطحية جدا، لأنه معروف إنها هي بتتفعل بالضغط بواسطة يعني أوزان كبيرة. طيب الحاجة الثانية، لو عاينتوا للموقع بتاع اللغم بتلقوه إنه جنبه مضخة يعني بتاعت مويه، والمضخات دي معروف إنه المساحة اللي حوالينا دايما بتكون فيها صبة بتاعت اسمنت، وبالتالي ده معناها ما مكان يتزرع فيه لغم أرضي عشان تجي عربية عادة، لأنه العربية حتمشي بوين يعني حتطلع بفوق للمضخة عشان بعد ذاك يعني تفعل اللغم الأرضي ده وينفجر. فزول اللي بيزرع اللغم ده حيخد في باله إنه ده طريق عام بتاع حركة للمركبات الثقيلة اللي بعد ذاك حتجي تطلع في اللغم ده، وبالتالي ما ممكن أي زول يفكر في إنه ممكن يمشي يزرع عليه لغم أرضي في مضخة أو منشأة زي المضخة دي يعني. فكل الحاجات بترفع علامة استفهام، لأنه الحاجة اللي حصل دي والانفجار اللي حصل ده ما عنده أي علاقة بانفجار للغم أرضي أو مخلفات حروب، أو إنما هو شيء آخر. في الغالب هو استهداف لهدف معين ما معروف هل أصاب الهدف أم لا، لكن في حالة الحرب الدائرة في السودان دي وإنه القيادة العامة هي أصلا مستهدفة وتم استهدافها من قبل، والمطار أصلا هو موقع مستهدف وغيره، فطبيعي جدا إنه الجيش السوداني يستخدم الأحياء السكنية المحيطة بالأهداف دي، لأنه هو يخزن فيها يعني أي حاجات مهمة بالنسبة له، سواء كان في الواقع بتاع الحرب بتاعته أو في واقع التأمين بتاعه. والمهم الرسالة من هنا إنه المواطنين يا إخوان اعملوا حسابكم تماما، وأعرفوا إنه المعلومات الطالعة دي ما هي الحقيقة. المفروض تكونوا أنتوا عارفينها كمواطنين عايشين الآن في مدينة الخرطوم.